الرياضة مع الصيام تنفع ولا خطيرة؟ على حسب نوع الرياضة. لو أنا عندي ذئبة أو روماتويد أو أي مرض مناعي زي هل ممكن ألعب أي رياضة في رمضان؟ خليني أقول لك إن أنا مش هقدر أعمم الإجابة لكل الأمراض المناعية، لكن أصحاب الأمراض المناعية لازم تتابع الدكتور اللي عارف حالتك وتسأله إذا كان ينفع تلعب رياضة أو لا. لكن لو هتكلم بشكل عام أو لبعض الحالات ينفع. تنفع لو رياضة خفيفة زي المشي من 20 ل 30 دقيقة بعد الفطار. ده بيحسن الدورة الدموية وبيقلل الالتهاب بنسبة 20%، وهيحسن من المزاج من غير ما تحس بأي تعب. ولكن ممنوع منعا باتا أي رياضة تقيلة زي رفع الأوزان أو الجري قبل الفطار، عشان الجفاف في الصيام بيرفع من هرمونات التوتر اللي بدورها بتثير النوبات المناعية وبتزود الألم في المفاصل والجلد. كمان ممكن تمارس رياضة اليوجا، بتحسن النوم وبتقلل التوتر وبتهدي نشاط المرض المناعي. خلي دايما معاك جهاز يحسب نبضات القلب وتأكد انه ما يزيدش عن 120 نبضة في الدقيقة. لو حسيت بدوخة او اي ألم وقف فورا وارجع للطبيب المعالج. لو حابين اطلع لايف في رمضان واجاوب على اسئلتكم اكتبوا لي كلمة لايف في الكومنت.